ازيك؟ عمرك دخلت مكان وريحة القهوة لوحدها غيرت مودك، او شربت فنجان وحسيت ان الريحة بتحكي لك القصة قبل الطعم؟ اللحظة دي اسمها اروما. الاروما هي ريحة القهوة بعد الطحن او بعد الاستخلاص، بس الموضوع اكبر بكتير من مجرد ريحة. هي اول معلومة جسمك بياخدها عن فنجانك، واول انطباع بيقولك القهوة دي رايحة على فين قبل ما حتى تدوقها. وعلى فكرة، من الاروما تقدر تعرف اذا البن فريش ولا بقاله كتير. لو ريحة القهوة واضحة وقوية يبقى البن لسه طازة، ولو الريحة ضعيفة او شبه معدومة يبقى الزيوت الطيارة راحت والبن فقد نكهته. والجميل ان كل نوع بن ليه اروما مختلفة، والموضوع مش بس ريحة حلوة، لا، دي الروح بتاعت القهوة اللي بتحسسك بحياة البن. الأروما علامة من علامات جودة القهوة. طب تشمها ازاي؟ قرب الكب وسيب البخار يطلع وخد نفس بسيط، هتلاقي أول نغمة من القهوة وصلت لمخك، والنغمة دي هي اللي بتحدد انطباعك قبل أول شفطة. الأروما بتقولك طعم البن المتوقع من قبل ما القهوة ما تلمس لسانك. وفي النهاية الأروما مش تفصيلة صغيرة، دي علم وليه تقديره وبداية الرحلة مع فنجانك. وزي ما قلتلك، لو عايز تعرف جودة قهوتك من غير ما تدوق يبقى تشم الأروما وبس كده. أنا أحمد ودي أروما. تابعني لو حابب تكون باريستا شاطر وتعرف أكتر عن القهوة ومجالاتها.